أهلا بيك يا صديقي الجميل في ملخص جديد. لكن قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لنا الاشتراك وتنضم لعائلتنا عشان نوصل لل1000 مشترك بقى وننزل بالأفلام الحصرية. فيلمنا بيبدأ بعصابة بتهجم على معمل تبع الحكومة وبيسرقوا تكنولوجيا ما فيش زيها في العالم. بعد كده بنشوف ضابط بريطاني بيطلب من أشطر عميل عنده اللي اسمه نيسان إنه يحقق في قضية العصابة دي ويعرف هم مين بالظبط. لكن نيسان بيقوله إن القضية دي صعبة ومحدش هيعرف ينقذنا غير العميل أورسن. وأول ما الضابط بيسمع الاسم بيتعصب وبيقول لنيسان إن أورسن شخص مكلف لأنه بيحب يسافر بطيارات خاصة. لكن نيسان بيقوله لو أورسن مش هيشتغل أنا مش هشتغل، فبيضطر الضابط إنه يوافق. وساعتها أورسن بيبقى في فندق في المغرب لأنه في أجازة، لكن نيسان بيروح له الفندق وبيتكلم معاه عن المهمة وبيعرفه على الفريق اللي بيبقى مكون من سارة الهاكر وجوجا مساعد أورسن. ولما بيوافق أورسن على المهمة بيسافر هو ونيسان بطيارة خاصة على مدينة مدريد وبيبدأوا شغل من المطار، وهناك بيلاحظوا راجل عجوز مع التكنولوجيا المسروقة من المعمل. وقبل ما يبدأوا في تنفيذ خطتهم بيدخل مرتزق اسمه مايك مع فريقه وبيخلص على راجلين من فريق نيسان لأنه بيكون عايز التكنولوجيا اللي مع الراجل العجوز. بتحصل معركة بين فريق مايك وفريق نيسان وبيهرب نيسان مع أورسن والراجل العجوز بالعربية. وأثناء هروبهم بيحاول نيسان إنه ينسخ التكنولوجيا على جهاز، لكن للأسف بتكون محمية برقم سري. فبينصحوا الراجل العجوز إنه يروح كافيه ومعاه الشنطة وإلا الكل هيتدمر. وفعلا بيروح نيسان الكافيه ومعاه الشنطة، وهناك بقى بيجي شخص ياخد الشنطة دي، وبنعرف من سارة اللي بتبقى مهكرة كاميرات المكان إن التكنولوجيا اتباعت لمحامي اسمه هاريس اللي شغال مع تاجر سلاح اسمه جريج. وبنعرف إن جريج عامل حفلة للأغنياء وبس، فبيستغل أورسن الفرصة دي وبيعمل خطة مع سارة. وبيسافر بقى أورسن مع سارة للوس أنجلوس عشان يقنع ممثل مشهور بيحبه جريج اسمه داني إنه يحضر الحفلة. ولما بيوافق داني على إنه يحضر مقابل 10 مليار دولار بتتنكر سارة على إنها صاحبته وأرسن على إنه مديره، وبيروحوا الحفلة دي. بتبقى الخطة عبارة عن إنهم يخترقوا تليفون جريج، لكن للأسف الخطة بتفشل لأن مديرة أعمال جريج بتاخد منه التليفون وبتشيله في غرفة سرية. وفي نفس الوقت بيكون إيسان وجوجا اخترقوا كاميرات السفينة اللي معمول عليها الحفلة وبيلاحظوا وجود واحد من رجالة مايك، فبيبعتوا أورسن عشان يتعامل معاه وبتحصل عركة بينهم. وساعتها سارة بتكون دخلت الغرفة السرية واخترقت تليفون جريج. أما داني فبيتكلم معاه، وأثناء كلامهم بتدخل مافيا مع زعيمهم إلكسندر على جريج الحفلة وبيتصوروا مع داني، فبيقطعهم أرسن وبياخد فريقه وبيمشي من الحفلة، وده لأن مهمتهم خلصت. لكن وقتها بيسمع نيسان وجوجا معلومة غريبة من زعيم المافيا ألكسندر ورجالته، وبيعرفوا إن هم اللي سرقوا التكنولوجيا من المعمل وإن جريش كان مجرد وسيط لسرقتهم دي مش أكتر، ده حتى ما يعرفش مين هيشتريها. ولما بيتجمع الفريق مع نيسان فبيقرر أرسن إنه هيروح بيت ألكسندر عشان يخترق اللابتوب بتاعه ويوصله لمعلومات عن التكنولوجيا الخطيرة دي. وفعلا بالليل بيروح أرسن على بيت ألكسندر وبيرمي غاز في الهواء عشان ينيم الأمن. وبعد ما بيخترق أرسن الجهاز بيسرق كل المجوهرات والفلوس اللي موجودة وبيخرج بعد ما خلص على راجلين الغاز ما أثرش عليهم. تاني يوم بيفتح جوجا تليفون جريج اللي اخترقوه وبيسمع تسجيل بين جريج وبين اللي هيشتروا التكنولوجيا، لكن مش بيتكلموا عن المكان اللي هيتم فيه عملية الشراء. وساعتها بقى بيقرر نيسان إنه يقسم الفريق لمجموعتين. أول مجموعة داني وسارة اللي مطلوب منهم يروحوا فيلة جريج عشان يخترقوا اللابتوب بتاعه، وبيروح داني وسارة فيلة جريج فعلا، وبتبقى فيلا ضخمة جدا ومليانة عربيات ربنا يوعدنا بيها. وبياخد داني جريج وبيخرجوا مع بعض، أما سارة بتخترق كاميرات الفيلا كلها عشان ما تتقفش، وبعدها بتخترق كاميرات اللابتوب بتاع جريج، لكن لسوء الحظ مش بتلاقي أي معلومات عن التكنولوجيا. في نفس الوقت ده نيسان وجوجا بيبقوا في تركيا بيراقبوا ألكسندر، وهناك بيبقى موجود المحامي هاريس، فبيمشي أرسن وراه، لكن لسوء الحظ بيكتشف إن في شخص بيراقبه، فبيهرب هاريس منه وبيطلع فوق مبنى وبيخدعه لما بيرمي تليفونه
من فوق المبنى. لكن لما بيوصل أرسن للمبنى عن طريق تتبع تليفون هاريس، بتحصل معركة بينه وبين هاريس وبتنتهي لما هاريس بيقع من فوق المبنى. وفي نفس الوقت بيتصل الضابط البريطاني بنيسان وبيعرفوا إن التكنولوجيا المسروقة دي عبارة عن ذكاء اصطناعي يقدر يخترق أي نظام حماية في العالم. وتاني يوم بيعرف نيسان معلومات عن مكان بيع التكنولوجيا من تليفون ألكسندر المخترق، وبيتنكر أرسن على هيئة هاريس وبيركب مع ألكسندر العربية. ولما بيوصل مكان العملية بيتصلوا بجريج عشان يقول لهم الرقم السري، وبتحول سارة صوت أرسن لصوت هاريس عشان جريج ما يحسش بخطر ويعرف إن هاريس توفى. لكن في نفس اللحظة بيعرف الأمن إن فيلا هاريس تم اختراقها، فبتهرب سارة وداني من الفيلا، لكن بيأمر جريج رجالته إنهم يطاردوهم. وبيكتشف ألكسندر إن هاريس توفى، فبتحصل معركة شرسة بينه وبين أرسن. وساعتها جورج بيتدخل وبيضرب نار على كل الموجودين، فبياخد أرسن العربية الموجودة فيها التكنولوجيا وبيهرب. لكن رجالة مايك بيطاردوه بطيارة هليكوبتر، والمعركة بتشتد أكتر. بتنتهي المعركة لما بياخد أرسن طيارة هليكوبتر من الأعداء وبيطير مع جاجا. وفي نفس الوقت بيعرف داني وسارة يهربوا من رجالة جريج. تاني يوم بيتفق نيسان بقى مع جريج على إنهم يخلصوا من مايك ورجالته، لأنه عايز يسرق التكنولوجيا ويدمر العالم بيها. فبيقرر جريج إنه يروح لرجالة مايك ويهددهم بإنه هيخلص على عائلتهم لو ما سابوش مايك. وفعلا بيسيبوه، وساعتها بتحصل معركة كبيرة قوي بين مايك ورجالته بيفوز فيها مايك. وفي نفس الوقت أرسن بيدخل في صراع مع مايك وبيفوز عليه وبياخد التكنولوجيا وبيجتمع مع فريقه. وبكده يخلص فيلم النهاردة. لو عجبك ما تنساش اللايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجاية.